فهاد الظرفيه اللي كنعيشو دابا سهل جدا تلقى راسك غارق كريديات، وهذا الشيء راجع لبزاف ديال العوامل بحال المستوى المعيشي اللي طلع بزاف، غلاء الاسعار، والمتطلبات اليوميه ديالنا اللي تزادوا بشكل كبير. شي حوايج اللي ما كانوش مهمين في الماضي القريب او ما كانوش كاع ولاو دابا من الضروريات، بالاضافه لبعض الافكار اللي تغرسوا لنا في دماغنا من الصغر، بحال باش تكون ناجح كيخصك تكون عندك دار وطوموبيل، وهذا الشيء اللي كيخلي عليك واحد الضغط، وباش تبان ناجح في المجتمع كتمشي كتشري دار وطوموبيل واخا ما عندكش فلوسهم. وبالمقابل ديال هاد العوامل كامله الاجور كتبقى هي وما كتزادش، المستوى المعيشي كيطلع والصالير كيبقى في بلاصتو، وما كيبقاش توازن ما بين المداخل والمصاريف، وهذا الشيء اللي كيخليك طيح في الفخ ديال الكريدي. والكريدي بليه خايبه داير بحال داك الكارو الاول اللي كتقول غادي غنجرب حتى كتلقى راسك وليتي مدمن عليه. اذا نصيحتي ليك الا كنتي مازال ما درتيش كريدي ما تجربش، حيت الا جربتي غادي تبقى تما. وملي كنهضر هنا على الكريدي ما كنقصدش غير الكريدي ديال الدار او الطوموبيل، كنقصد حتى داك الناس اللي كيمشيو كيتسلفوا من عند الاصدقاء ديالهم والاقارب ديالهم، واخا يكون المبلغ بسيط ولكن ما قادرينش يخرجوا من هاد الدوامه هادي. ودابا جيب ورقه وستيلو وتبع معايا مزيان هاد الخطوات هادو اللي غادي نعطيك. اول حاجه خاصك دير هي انك تفكر كيفاش وليتي غارق كريديات. بزاف ديال النصائح كيقول لك الا بغيتي تزيد لقدام ما خاصكش تفكر في الماضي، وانا مع هاد القضيه هذه، ولكن في هاد الحاله هذه التفكير في الماضي حاجه ضروريه، حيت قبل ما تفكر كيفاش ما يبقاوش عندك الكريديات خاصك تفكر في الاول في شنو السلوكيات اللي خلاوك تطيح فيه، حيت في الغالب الناس كيطيحوا في الكريديات حيت ما كيردوش البال للفخ ديال الكماليات. الهدف من هذه القضيه هو الوعي بالدوافع اللي خلاتك تطيح فيه، وباش ما تعاودش تطيح في نفس المشكل وتجنب نفس الاخطاء اللي درتيهم المره الاولى. ومن بعد غادي تدوز للمرحله الثانيه واللي هي توقف الكريديات، غادي تاخذ قرار باش ما تعاودش دير كريدي بصفه نهائيه. بطبيعه الحال هادشي ما غاديش يحيد عليك الكريديات، ولكن على الاقل ما غاديش تزيد تغرق راسك، حيت كل ما زدتي غرقتي غادي يصعب عليك الطلوع. خاصك تتعامل مع هذه القضيه بصرامه وتحمل المسؤوليه ديال الوضعيه اللي انت فيها، وتواجه الاغراءات ديال القروض الاستهلاكيه. واخا غادي تدوز عليك فتره صعيبه وغادي تقل عليك الحمل، ولكن ديما دير قدامك الهدف الكبير اللي هو تحيد عليك العبء ديال كاع الكريديات. ودابا غدوز للمرحله الثالثه واللي هي وضع ميزانيه والالتزام بها. هنا الورقه والستيلو مهمين بزاف، خصك تتبع مزيان النفقات ديالك، اي درهم خسرتيه قيدو باش في التالي ديال الشهر تكون عندك واحد لا ليست ديال كاع الحوايج اللي خسرتي فيهم فلوسك. ومن بعد هاد لا ليست غادي ترتبها من الحوايج اللي مهمين اللي ماشي مهمين ممكن انك تستغنى عليهم. بهاد القضيه غتمكنك باش تعرف فين كاين الخلل وشنو الحوايج اللي كتخسر فيهم الفلوس وكتضيع فيهم الفلوس بزاف وممكن انك تستغنى عليهم. بهاد الطريقه غادي تعرف مزيان وتمكنك مزيان من تحسين الوضعيه الماليه ديالك باش تولي على الاقل تخرج بالتعادل وماشي بالناقص. ومن بعد غدير ميزانيه واحد المبلغ محدد لكل حاجه وتلتزم به، مثلا مبلغ محدد لللباس، مبلغ محدد للكرام، ومبلغ محدد للترونسبور. الصراحه انا ضد هذه القضيه هذه، ضد انك دير مبلغ محدد لكل حاجه، مثلا الترونسبور، الماكله، اللباس، ولكن في هذه الحاله هذه كتبقى احسن طريقه ممكن تساعدك باش تخرج من هذه الدوامه ديال الكريديات. ومن بعد ان شاء الله ملي ما يبقاوش عندك كريديات ممكن تستغنى على هذه الطريقه هذه وتتبع الطريقه اللي كينصحوا بها جميع الخبراء الماليين، واللي هي من يجيك الصالير غادي تخبع منه واحد النصيب هو الاول، واللي بقى غادي تصرف منه، وماشي العكس اللي كيديروا 90% ديال الناس ملي كيجيهم الصالير كيصرفوا منه، وإلا شاط لهم شي حاجه كيخبعوه. حيت مثلا الا كنتي كتشد الصالير ديالك عندك فيه 5000 درهم، لنفترض انك كتخبع 1000 درهم كل شهر، يعني ملي كتجيك داك ال 5000 درهم كتحيد منها 1000 درهم هي الاولى وكتبقى لك 4000 درهم. هنا كتولي كتادابطا على داك 4000 درهم، كتولي بحال الصالير ديالك هو 4000 درهم، يعني كتادابطا مع داك 4000 درهم وكتصرف على داك 4000 درهم. اما الا كان العكس كتخلي داك ال 5000 درهم وكتقول حتى الا شاط شي حاجه عاد نخبعها، هنا كتولي عقلك مبرمج راه ان الصالير ديالك 5000 درهم، يعني كتولي كتصرف على اساس انك عندك 5000 درهم. يعني احسن حل ليك في هذه الوضعيه ديالك الا كنتي عندك الكريديات بزاف هو انك دير مبلغ محدد لكل حاجه وتلتزم به، ومن بعد ان شاء الله ملي ما يبقاوش الكريديات ممكن انك داك الساعات تبقى انت حر، داك الساعات تخبع المبلغ اللي بغيتي وتصرف المبلغ اللي بغيتي.
ومن بعد غدوز للمرحله الرابعه واللي هي اختار كريدي واحد وحيدو عليك. في هذه المرحله هذه ركز على كريدي واحد وحاول تدفع فيه اكبر مبلغ ممكن كل شهر حتى يسالي. وبالنسبه للكريديات الاخرين الا كانوا غادي تبقى تدفع فيهم الحد الادنى كل شهر، ونفس القضيه تبقى تعاودها مع كريدي واحد اخر حتى تقضي على الكريديات كاملين. بهذه الطريقه هذه كتحس براسك بانك زايد لقدام وكيزيد الاصرار ديالك باش تقضي على كاع الكريديات. انا عارف باللي ماشي ساهل، ولكن بما انك باقي كتفرج في هذا الفيديو الا عندك الاصرار والعزيمه باش تحيد عليك كاع الكريديات، وان شاء الله انا متيقن انك قادر ديرها. ودابا غدوز للمرحله الخامسه واللي هي تقلب على مصدر دخل واحد اخر باش تسرع من عمليه تسديد الديون. الا قدرتي انك دير شي حاجه بالموازاه مع الخدمه ديالك اللي منها تقدر تجيب واحد الدخل اضافي غادي تكون احسن. كاين بزاف ديال الافكار وبزاف ديال الحوايج اللي ممكن تبداهم بلا راس المال وبلا خبره وتجيبوا منهم واحد المدخول محترم. خاصك تشوف نتايا واش عندك الوقت الكافي من بعد الخدمه ديالك، وشنو هما الحوايج اللي كتعرف دير، وشنو الحوايج اللي ممكن انك تبدا فيهم ويجيبوا لك الفلوس بالموازاه مع الخدمه ديالك. واخيرا الصداقه، وتقدر تكون هي اسرع طريقه باش تحيد عليك كاع الكريديات. خصص واحد القدر ديال الفلوس كل شهر وتصدق به في سبيل الله، شحال ما كان المبلغ ولو بسيط، المهم انك تلتزم به وتكون النيه ديالك خالصه لله. وانا كنضمن لك ان شاء الله غادي تزاد البركه في فلوسك، وفي وقت قريب ان شاء الله غادي تحيدوا عليك كاع الكريديات. اذا كانوا هادو هما الخطوات الا بغيتي تحيد عليك الكريدي، هادو خطوات اللي جربوهم بزاف ديال الناس وباذن الله نجحوا. كنتمنى تكونوا استفدتوا منهم، وكنتمنى كاع الناس ما يطيحوش في هذا الفخ ديال الكريدي ويعيشوا حياتهم مرتاحين. كنتمنى لكم التوفيق ونشوفوا في فيديو جديد ان شاء الله.